هديل معانا فرن بس اخلصهم وهديل. يا حد عبد الله، انت بقيت فين يا راجل في البلد كلها دي؟ عندك تعمل ايه؟ خير اللهم اجعله خير يا اخوي. عملت ايه هاي؟ مخطوبة بنتك كانت امبارح، ما تعزمش حد خالص، ما تجيش منك دي يا ابو المفهومين. والله العظيم لقيت العريس مش قد ما قدرت اني اضيف حد، فقلت له ما تعزمش انا اكبر الياء. ما علينا، سيبك من العزومة. راح تشرط لبنتك 10 جرام دهب والباقي تحطه في القايمة. بيعها لبنتك دي يا رادي. بيعها؟ انا كده لما اتجوزها بسطرها ولا ببيعها؟ وبعدين 10 15 درهم، انت ديك شايف الدنيا عامله ازاي؟ انا عايز اسطر مش عايز اتفشخر. انا لو عايز اتفشخر هطلب كتير، انا مش باصص كده. انت ديك شايف الدنيا بايظه مع كل، فنمشيها عشان تمشي. كنتش حاجة حد عبد الله، بس بنت اخوك اللي مش متعلمة متجوزة من 5 شهور ده لها 40 درام، بنتك انت المتعلمة ده لها 10 درام. ده كلام يا ابو المفهومية. اللي بتقول عليها دي زمقانه. في بيت اخويا بقالها شهر، بقول لها مالك يا بنتي، بتقول لي مش مريحه. عارف ليه؟ هم باعوا ما اشتروش. ده لها اللي يصونها لكن ما كانش معاه. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاءكم ترضون دينا وخلقا فزوجوه. يعني قال لك ما تبصش على فلوس، اهم حاجه الدين واخلاق. صدق معاك حق يا حاج عبد الله، بس ما فيش حد عندنا في البلد بيفكر بالطريقة دي. عشان للاسف كل الناس دلوقتي بقت تفكيرها عقيم، كل بص على الحسب والنسب والفلوس، نسوا الدين والاخلاق. انت لما يجي لك واحد لبنتك ما تحسبهاش معاه بيع وشراء. انت مش بتبيع في بهيمه هنا، انت لو مال الدنيا ما يديش ضافر في ضافر بنتك، بس انت مش هتحسبها فلوس، انت بتحسبها دين واخلاق. لو واحد متجي ربنا في دينه هيتجي ربنا في بنته. مش كل حاجه الفلوس دلوقتي يا اخا. ياما ناس معاه ملايين الدنيا ومش مرتاح، وياما ناس معاه ملايين الدنيا ومرته صيناه وما خلاش محتاج حاجه ويروح يتجوز على واحده واثنين وثلاثه علشان معاه الفلوس. فاوقات معانا الفلوس معانا مش نعمه، بتبقى نجم. واتمنى من ربنا ان يسطر بناتنا ولاينا والدنيا كلها، عشان بقت الدنيا صعبه. الناس بتجيب عشاها بالعافيه، وناس بتكمل نومها عشاها. ربنا يسترها علينا.